الراجل ده كان لازم يصرف مليار دولار في 10 أيام بس. على طول جاري على فريق الكورة اللي لسه مطارينه وقال لهم إنه هيشتري الفريق. اللعيبة قعدوا يضحكوا جامد ومصدقوش لحظة إنه معاه فلوس بجد، فجاب بلدوزر ورمى الكاش كله في نص الملعب علشان يتأكد إنه هيصرف الفلوس في الوقت المحدد. كمان عمل شركة استثمار وعين صاحبه الغبي جدا مدير تنفيذي، وبعد كده صرف 100,000 دولار على قصة شعر واشترى فرش غالي واستنى بهدوء الشركة تخسر كل حاجة. لكن في اجتماع اكتشف إن الاستثمارات الفاشلة دي بطريقة غريبة بتكسب فلوس، فصرف 10 ملايين دولار علشان يتعشى مع خبير استثمار كبير. على العشاء سأله إزاي ممكن يخسر فلوس فعلا، بس السؤال ده ضايق الخبير جدا، فقام وسابه ومشي وهو متعصب، وشاف إن كل ما الراجل بيصرف أكتر بيلاقي نفسه مع فلوس أكتر. فكر في فكرة جديدة، فتح شركة تأمين بدولار واحد بس. أي حد يقدر يأمن على دهون جسمه، كل جرام دهون يخسه ياخد دولار تعويض، وكل كيلو يخسه ياخد 1000 دولار. ومن ساعتها بدأت موجة جنان لياقة بدنية في البلد كلها. الجيمات اتمليت، محدش بقى يركب الأسانسير، العربيات اختفت من الشوارع، والكل كان بيحاول يخس بأي طريقة، وفي وقت قصير المليار دولار كله اختفى.